بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي متابعيني الكرام، يا رب دايما تكونوا بخير، ان شاء الله اتمنى لكم الصحة والسعادة في كل وقت يا رب. عايز اتكلم معاكم سوبر وسوبر مشاكل، يعني سوبر في الملعب وسوبر بره الملعب في مشاكل. كهربا وقرار بعودته بغرامة. كهربا اخطأ، لكن ميزة النادي الاهلي ان عنده التزام. كهربا قدم كتير لكن في التزام. كابتن محمد رمضان عنده القرار اللي اتاخد هو قرار، بعيد بقى انه انفعل على كولر، انفعل على محمد رمضان. كهربا اخطا، اداره النادي الاهلي واللي يعرف الكابتن محمد رمضان ويعرف تاريخه كويس يعرف انه لو خد قرار تربوي هيكمل. دور كهربا من الاول احنا قلنا، وانا قلت كهربا انت خلاص كولر مش هيصنفك ضمن المهاجمين. كهربا كولر هيصنفك جناح، ولازم تبقى فاهم ده وعارف ده كويس جدا وتشوف ترتيبك. وقلت لك من الاول يا كهربا التزم. ما تعرفش كولر عايز يجرب التزامك ولا لا. هتخسر ايه انك تلتزم باللي بيحصل؟ معفشه بيلتزم ونزل اتغير، مفيش مشكله، الامور تمشي. لكن كهربا لازم يصدر مشاكل لنفسه وللفريق. لكن التزام النادي الاهلي وسياسه النادي الاهلي غرامه كبيره، المليون غرامه كبيره. لكن الموقف اللي حصل ويكون كمان في دوله بره مصر، فلازم نكون عارفين انه ده اللي صعب القرار. ده مش هنا في تدريب في النادي، مش تدريب داخل مصر، لا، موقف الكابتن محمد رمضان خده زي المثل بيقول لك اذبح عشان الباقي كله يخاف. كهربا اتذبح، لكن هو اللي عمل كده في نفسه. نيجي نتفرج على الزمالك بقى، بلطجه، وكمان الكابتن حسين لبيب مش عايز يقفل البلطجه. بدايه البلطجه مش اللعيبه اللي كانت بتعترض تحت، لا، بدايه البلطجه هو محاوله انسحاب الكابتن حسين لبيب لما الهدف تم احتسابه قبل ما الفار يرجع يلغيه. مش هخش معاكم في نقاش هو هدف صحيح لكن او لا، لكن حسين لبيب وهو بينسحب وان يرجي له التليفونات ويرجع تاني، طيب معنى كده ان لو كان خسر المباراه والهدف تم احتسابه هو حتى ما كان هيسيب المقصوره. طب ما يقف ويسلم، ما هي بطوله، ما هو لازم في الاخر الاهلي هيتغلب، الزمالك هيتغلب، بيراميدز هيتغلب، ما لازم فرقه كانت هتتغلب. ما ينفعش الاربع فرق تكسب وان اللعيبه تروح، وان يبقى كمان اللعيبه مصره ان هي ما تقدمش الاعتذار، وان رئيس النادي مصر انه ما يقدمش الاعتذار ويبدا يعمل ويتكلم ويلوح ان يبقى فيه انسحاب من السوبر. طب ما هو انسحب من الدوري. طيب هل برضه المره دي كان بيقول لي اسباب؟ طب هو اسباب النهارده انه بيطبق القانون؟ المفروض طول المباريات وطول البطوله الزمالك بيقول عايزين نطبق القوانين. هي القوانين داخل المستطيل الاخضر، لكن اساسها برضه ان لما حد غلط في مصر ما كانش فيه عقاب، لا، لجنه الانضباط ما طلعتش عقوبات، فبقت الامور مفتوحه. بقى الكابتن حسين لبيب حاسس انه لا عادي، ايه يعني اللعيبه غلطت لكن مفيش ولا كفاله ولا غرامه، ولو حصل حاجه بدل ما يقول احنا بنعتذر وحتى لو خدوا براءه او انا هطلع الثلاث لعيبه وارجعهم مصر، لا، مفيش الكلام. الاخلاق اهم 100 مره من الفوز بالبطوله. انسحاب الزمالك مش هو اللي هيزود، ده بالعكس، انسحاب الزمالك هيخلي شكله اوحش، هيقلل قيمه البطوله. بعد كده الدول الثانيه هترفض ان هي تاخد البطوله بتاعت السوبر. الزمالك رايح بكارت ذهبي، يعني كمان هيبقى حتى ده هو بيخسره لو ما قدرش يكسب ولا كاس الرابطه ولا بطوله الدوري ولا بطوله كاس، هو بيخسر ده. تصرفاتهم هتخسرهم، ده اللعيبه هتخسر الزمالك حتى الكارت الذهبي. مش شايف فيه منظومه قويه بتحاسب اللعيبه. القانون هيطبق على لعيبه الاهلي، يطبق على لعيبه الزمالك، يطبق على لعيبه بيراميدز. لكن لو من دلوقتي عشان خاطر انسحاب الزمالك الامور تتلم، هيبقى فيه انفلات، في مباراه الاهلي والزمالك، هيبقى فيه انفلات قصاد سيراميكا وبيراميدز. ولو بيراميدز اللي بيكمل قصاد الاهلي ومفيش عقوبه والناس حاسه ان الامور فري ومفتوحه، ده معنى كده انه خلاص احنا بنصدر ان الرياضه من غير اخلاق، والرياضه من غير اخلاق ملهاش قيمه، والفوز من غير اخلاق ملوش قيمه.
الرياضه عشان الناس تتواصل مع بعض.